C'est des bonnes questions, mais je suis venu parce qu'il y a un très bon comité. سؤال ممتاز، بس أنا أول حاجة اللي جابني هنا الأول يعني هو إن في مجلس إدارة على أعلى مستوى. Je suis venu parce qu'il y a des très bons joueurs. وجيت كمان عشان في لعيبة على أعلى مستوى برضه. Je savais qu'il y avait un très bon public. وعارف إنه في جمهور جميل جدا وجمهور مخلص لفرقته. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de bien relancer les équipes en difficulté. أنا شخص كويس جدا إن أنا أقدر أطلع فرقة لفوق. الفرقة تكون عندها مشاكل أقدر أمسكها وأعالج كل اللي فيها. هو فعلا ركز على الأهم نقاط الضعف عندنا. هو ناحيه الدفاع ان فعلا اللعيب المصري حتى وانا بلعب حتى انت بتبقى بتحب تشوف الهجمه بتاعتك بتخلص ازاي، ما بيبقاش عندنا تمركز صح قوي ورا. فهي دي النقطه اللي بتبقى بتضعف اي فريق. بنلعب في حوالي 50 متر يعني سواء في هجوم او في الدفاع، ان انت لما تيجي والضغط بيبقى جماعي مش ضغط فردي. فان شاء الله الفتره الجايه دي تبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا ان شاء الله. هي خطوه كبيره، يعني هي خطوه كبيره جدا بالنسبه لي. كابتن علاء يعني انا بشكر كابتن علاء جدا جدا ان هو رشحني ابقى متواجد، وبشكره اكتر ان هو خلاني يعني عن اصرار ان انا ابقى متواجد في الفرقه، لان هو عارف قد ايه ان انا عندي طموحات كبيره وعندي شخصيه. زي ما الراجل قال ان عندي شخصيه وعندي طموحات. انت اهم حاجه انك تبقى دارس كويس، زائد ان انت اصلا لاعب كوره كويس. يعني الحمد لله الواحد كان لاعب كوره على الى حد ما لعيب كويس، يعني انت فاهم. فالحمد لله عندي خبرات، عندي موهبه. يعني انت مثلا بتخش المدرسه بيبقى في واحد متفوق وواحد مش متفوق، فالحمد لله دي عندي، ودي ان شاء الله هثبتها لكم في الفتره اللي جايه. النادي المصري كبير، والاول اللي جاي يمشي يعني. لا ما كانت فيه مفاوضات مع النادي الاهلي بتاتا، قدمناه ولكن ما كانش فيه مفاوضات. يعني بالامانه ما كانش فيه مفاوضات مع النادي الاهلي الكبير. لا الخطوه ديت ان شاء الله احنا بنتامل فيها خير باذن الله. طبعا كنت عارف الظروف اللي حصلت بعد اعتذار الكابتن مختار، لابد ان احنا كنا ندور على مدير فني يرتقي بالنادي المصري. فطبعا رسينا بعد المشاورات وبعد الاتصال اللي فتحنا تذكيرات اتصالات مع بعض الوكلاء، وكان في بعض المدربين مرشحه للنادي المصري، وكان في النهايه رسالنا على المدير الفني اللي هو ألان. احنا ممكن نختلف في وجهات النظر، وممكن يكون انا في وجهه نظر، وده شيء ما يزعلش وارد. لكن انا طبعا بشكر الاستاذ كامل ابو علي، راجل عامل مجهود جامد جدا، يعني راجل محب للنادي المصري، راجل بيبذل كل ما هو من عطاء من مال ومن وقته ان عاوز النادي ينجح. وما شاف ان المسيره بدات ان هي ما مشتش، احاول ان هو يغير. النادي المصري كل فتره بيصحح مسار. الكابتن مختار كان مدرب كفء على مستوى راقي جدا، والينجر مدرب برضه كفء على مستوى راقي، لكن كل مرحله ولها رجال زي ما بيقولوا. المجلس مجتمع، والمجلس على كلمه رجل واحد، والمجلس له رئيس واحد اسمه الاستاذ كامل ابو علي. والحته اللي كانوا بيقولوا عليها بتاعت فرديه القرارات، الاستاذ كامل ابو علي اول قرار اتخذ للمجلس المعين بهيئته الاولانيه كان تفويض الاستاذ كامل ابو علي باتخاذ كل ما يلزم لمسيره فريق كره القدم من تعاقدات وانهاء تعاقدات شامله لاعبين وشامله مدراء فنيين وشامله الكلام ده كله. انا اعتقد ان هو ناجح لحد دلوقتي، وبناء على التفويض ده كان بيتحرك. خطوة ناجحة بإذن الله، وهو مدرب فني مستواه عالي وليه اسمه في التدريب. ما فيش انفراد بالقرار عشان ما نظلمش حد. رئيس النادي الأستاذ كامل أبو علي ما بياخدش أي خطوة أو بياخد أي قرار إلا لما بيرجع للمجلس كله، وحتى أي واحد من المجلس التليفون بتاعه مش متاح للاتصال معاه بيرجع يكلم أي واحد فينا تاني، أرجوكم بلغوا فلان لأن طلبته تليفونه مقفول. والله أنا عايز أقول إن الكابتن مختار عمل شغل كويس جدا جدا جدا، وجه قرار مشيانه طبعا أكيد أثرنا شوية، لكن الحمد لله أعتقد أن المدرب الجديد اللي جاي مدرب على كفاءة عالية جدا جدا، وأتمنى أن احنا نسانده كجهاز وكجمهور، لأن فعلا الراجل ده مكسب للنادي. بداية جديدة للنادي المصري البورسعيدي على يد المدير الفني السويسري ألان جيجر. هل سيحقق المدير الفني الجديد طموحات الجمهور البورسعيدي أم سيلحق بسابقيه؟ محمد سليمان، مودرن كورة.